جاهزة يا نور؟ يس. خليني أقولك على حاجة حصلت معي امبارح. واحد صاحبي بيحب واحدة على مراته، اوكي، وبيقنعني قد إيه إنه بيحبها، وأنا أقول له يا ابني ركز، مش حب. والله يا أنه بحبها، والله ده هي دي. طب ومراتك؟ وبحب مراتي. أنا كراجل متفهم إن ده بيحصل. عاوزة أصدمك بقى ها؟ إن في ستات كمان كده دلوقتي. لا، في ستات، بس ده طبيعتكم. ضد طبيعتنا، وأنا مش معاها أصلا. لأن مفيش في الحياة كلها ست ممكن قلبها يحب اتنين. بس أنا بشوف ستات كتير دلوقتي تقول لك إيه، زي كده فيلم بوسي هذا أحبه هذا أريده، هذا أحبه وهذا أريده. اللي هو ده بحب فيه حاجات معينة بيدهاني، وده بحب فيه حاجات معينة بيدهاني، وده غلط كبير. وعلى فكرة للأسف الشديد منتشر جدا في مجتمعاتنا وهنا. دي اللي بيسموها خيانة. خلينا صراحة. طيب، دي خيانة. طب ليه ما بتقولش برضو على إن الراجل بيحب واحدة على مراته خيانة؟ لأن الراجل تركيبته كده. أي طب ما هي خيانة برضو. متجوزها؟ إيه؟ متجوزها أو حتى بيحبها أو والله مش عارفة، بس هي برضو بيطلق عليها خيانة. أنا ضد ده. لأن أنا شايف إن الراجل طبيعته تمشي مع الاتنين عادي. اوكي. شايف إن الست طبيعتها ما تمشيش مع الاتنين عادي. بس وانا كمان انا ما بشوفش ان دي طبيعة الست ان هي تحب اتنين، لان اتس اب نورمال. بس انا بقولك ان هي منتشرة. بس تعالى النهاردة في حلقة النهاردة نشوف الموضوع ده مع اتنين مش كابل as always. يس. ونشوف رأيهم فيه. ايه رأيك؟ وهل الموضوع ده اساسا يحسب خيانة ولا لا؟ وهل فعلا في راجل بيحب 2 و3 و4 وفي ستات برضه بتحب 2 و3 و4؟ تعالوا معنا نشوف. يلا بينا. وهنبدأ حلقة النهاردة يا جماعة، ونرحب بضيوف حلقتنا كالعادة متميزين. ومعانا النهاردة فنانين مونتريال، الفنانة ريتا، أهلا بيكي. أهلا. والفنان جوني الحاج، مرحبا بيك. وفيرستلي هابي بيرثداي ريتا. كل سنة وانت طيبة يا ريتا، عيد ميلادها النهاردة. هابي بيرثداي ريتا. Thank you so much. عرفوا بنفسكم يا جماعة. المايك معاكم. بلش أنا اسمي جوني الحاج. على السوشيال ميديا بيسموني استروبيا لأنه أنا ستاند اب كوميديان بالليل. بالنهار بعمل اشياء تانية. بشتغل بإدارة الأعمال. نايس. بالاستراتيجيات الإدارية. بس بفصل بعد الظهر. الباشن بتاعك بصير بالمسرح وبالكوميديا. زينا وبندق على فكرة. انت وبندق كمان. هلا بتخبرونا على الباشن. شو الباشن تبعولي؟ انا الاعلام الباشن بتاعي، بس انا عندي بس بشتغل فيه، بس اتس ماي باشن. بس at the same time عندي شغل تاني. اوكي. ما هون الباشن لوحده ما فيك تشتغلي فيه لوحده. انا ما اكيد ما بياكلش في كندا. ما يعملش معك حاجة. حلو يعني، بس انه حطها على جنب. حلو. يا هو شغل وباشن في نفس الوقت يعني. اتس ماي فيلد، بس بيطلعني من روح الروتين الممل اللي احنا بنحس بيه سبيشالي في كندا. صح، بيعطيكي روح تتكفي. يا سيفري. ريتا الأمر. أنا باك جراوند أكترس، وذات الوقت كمان بشتغل ميديكال سكرتري لبيدياتريشن. اوكي نايس. ثانك يو. أنا برحب بيكم النهاردة. خبرنا شو الباشن. لا، أنا الباشن بتاعتي دايما كانت الميديا. تمثيل، تصوير، إخراج، وده اللي جيت درسته هنا وكملت فيه. بس هو اصلا دينتست. بس انا اساسا انت بالاساس دينتست. انتوا بتعرفوا ليه؟ ايوه واو. لا ما تعرفش ليه. انا دايما بكتشف اشياء جديده عن البندق. انا كمان انبهرت. انتوا عارفين انتوا النهارده ليه؟ نحن عارفين شو انتوا النهارده ليه؟ انتوا النهارده ليه؟ انتوا النهارده هنا ليه؟ النهارده هنا ليه؟ نحن النهارده هنا ليه يا بندق؟ انا بقول جلسه تحقيق. لا، النهارده هنا عشان تجاوبوا على سؤال احترت فيه انا ونور. اوكي. وكالعاده هو بيبقى دايما يعني لما بنيجي انا ونور بيبقى في حاجه في كونفليكت فيه احنا الاثنين، فبنشوف راي الناس. اوكي. اللي مختلفين فيه انا ونور النهارده اللي هو ايه؟ هل ينفع ان الشخص يحب 2 في نفس الوقت؟ ولما بتكلم على الشخص بتكلم على الراجل وعلى الست. يحب 2. بتقول نور 2 مش يصاحب 2 يمشي مع 2. لا، يحب من قلبه. يحب 2 في نفس الوقت. مين يحب يبدأ؟ حلو هيدا كتير هيدا السؤال. اتفضل.
انا ببدا. تفضل. هلا ما هو انا بالنهايه منش ستاندرد، رايي منش ستاندرد، يعني ما بيشبه الاراء لا اكيد ما المعتمدة حدش فينا على فكره بالمجتمع. كل واحد فينا ليه وجهه نظر مختلفه. ايه بس انا بحب هيدا السؤال لانه وقت تقول الحب، ما هو شو يعني الحب الاساسي؟ يعني اذا بدك تيجي تقول الحب تو ديفاين الحب، كل واحد عنده تعريف للحب. بس اذا بدك جواب من الاخر، وهلا المفروض بالتفاصيل اكثر. ايوه اكيد لا فوت بالتفاصيل، لا، احنا عاوزينك فوت. تفوت بالتفاصيل. صار عندك شبيه. ايه لا انا بس اكيد بس اذا بدنا نفوت بهيدي الديبيج لتعرفوا انه انا رايي اكيد انه فينا نحب اثنين بنفس الوقت، ومش بس اثنين، فينا نحب اكثر من بسم اثنين الله ما بنفس شاء الله، الوقت. قلبه مساكن شعبيه يا ابني. قلبه واسع وقوله بساعة كتير. طب ريتا كست ايه؟ أنا بقول ما بيكون حب وقتها شخص يكون عنده مشاعر لكذا شخص، أكيد في نقص عاطفة وعم وبيكون كمان يمكن شيء الملقي بالأول بلاقيه بالتاني. بس ستيل هل ينفع يبقى بيحب اتنين في نفس ممكن الوقت؟ تحصل أكيد. ممكن تحصل؟ مشاعر أكيد فيها انا مش مختلف، بس مش مختلف كراجل. الراجل تكوينه عادي انه يحب اتنين في نفس الوقت، ربنا خلقه كده. انما الست ربنا خلقها كمان. مشاعرها الواحد بس. فكرتوني No. بفيلم بوسي زمان، هذا احب وهذا اريد بالظبط. انا بتكلم حصر عن الحب. فالراجل هي خلقته كده، وانا متفهم كراجل وفاهم كل حاجه ان عادي الراجل في طبيعي يكون في اتنين في قلبه. يقول لك حاجه 7 في قلبه وبيحب ال7. ايه وشو لا، شو لا، بتفرق لا، المرأة عن لا. الراجل؟ لا هيدا الست عجب تكوينها غير. لا تكوينها غير، بس الست كمان بتشتغل مشاعرها أكتر. ايه لا فيها تكون تتعلق بكذا شخص، بس فيها يكون عندها تمييز لشخص أكتر من شخص، يعني تحس إنه بتحبهم اثنيناتهم. المشاعر لمين؟ المشاعر لشخص أكيد. بس انا صح. لا بس ليش المشاعر ما هو الحب لأنها مش ست. الفكره ان محدش فاهم معنى الحب. ما هو الحب مش مشاعر بس. يعني اذا بتيجي بتقول شو هو الحب، يعني في علاقات صح. يعني انا في مره ممكن يكون بعلاقه جنسيه مع امراه وبعد فتره تتكون مشاعر، بس انه بيصير في تعلق ببعضنا لانه جنسيا بنرضي بعضنا مثلا. ماشي مثلا وفيني يكون هلا انا هيتيروسيكشوال ماني هوموسيكشوال، فعم بحكي باطار مرأة مش باطار الجنس نفسه. لا استنى، يعني ايه دي؟ يعني انا بحب الجنس الاخر. كلنا بنحب الجنس الاخر. لا بس انا عم بوضح لانه ممكن انه نكون بحب نفس الجنس، بس انا هيتيروسيكشوال بس. عم نحط كونتكست سياق يعني للخبريه. فممكن يكون في علاقه جنسيه سكشوال، لانه نحن كمان عندنا الغرايز تبعولنا هيدا ما فيك تحط على جنب. هي مبنيه على الشهوه، بتقول لاست. وفي عندك الرومانس، في عندك الحب العاطفي. وهذا الحب العاطفي هون بيكون فيه كتير كونكشن، بيكون فيه بوندينج مع الشخص الاخر. مش ضروري يكون فيزيكال بوندينج، بيكون فيه بوندينج على طريقه الفكر، طريقه اللايف ستايل يمكن، عرفت؟ فبيصير في مثل انعجاب، انجذاب، بيمشي على نفس الموجة. ايه بيمشوا على نفس الموجه. بيصير في مثل بتعرفوا هودي الباترفلايز بيطلعوا بالمعده لما تشوف هذا، بيجوا كانه في الاشعرينا، في كيمستري لذيذه، في طريقه تفكير صح. وفي الحب كمان البلاتوني اللي هو بتحب تكوني مع الشخص الاخر، وما في شيء له علاقه بالجنس، وما في شيء له علاقه بس بيكون في ايموشنز عاليه، بس لانه من جذبه كيف بفكروا. الحب الافلاطوني، الحب العذري. بدون اي حاجه. اللي هو الشخص ده وانس ان انا معاه بحس ان انا في عالم تاني. الدنيا بالظبط. عينيا بيطلع قلوب ودباديب. ويمكن بس لانه بفكر هيك، او لانه بخليني احس بامان، او لانه صح. دي حقيقه. طب ما هول كلهم حب، يعني هول كلهم انواع مختلفه عن الحب. انا بشوف حرام نحط الضغط على شخص واحد يعطينا اياهم كلهم. بسم الله ما شاء الله، والله ببدا يا ابني. بس صح انه حرام والله. لانه عشان كده ربنا حلل الراجل 4 عشان عارف ان عينه فارغه. لا بس انا بختلف مع هذا التوجه، لانه انا مع شو ما بيطلع له للراجل يطلع له للمراه كمان. ايوه صح، المساواه. هو مع المساواه. بس لا انا عجبني جوني صاغها ازاي، ان صح ان ليه تحط اللود ده على حد. بس خلي بالك معه من نفس الفكره، لان الحب برضه هو التزام. صح. فمن نفس الفكره يبقى ما تطالبش شريكك اللي قدامك انه يستقي
شعور الحب متكامل منك انت. لا لا، بس على فكده بقت فكرة زغوطة. لا بس انا اللي بطلبه، انا اللي على بفرض فكرة. على حالي، بطلبه من غيرك. انا ما راح احط ضغوط علي واقول له انا بدي يكون عندي انفتاح لحب كذا حدا. مشان هيك عم نحكي يعني تضل confidential. لا بس هي الفكرة احنا بص هقول لك حاجة برضو، بيكون في كابل مع بعض بيقدروا يدوا لبعض كل احتياجاتهم بصراحة، وبتحصل كتير بتحصل. وانا مجربة يا بس جماعة. فيني يا اقول ما لك شاء الله شغله، فيني اقول لك شغله أنا كنت example. بتحصل كتير بس مش بالضروره يكون للكل. فيني خبرك مش الكل اكيد ايه، طبعا. بس بدي خبرك شغله. انا بقى تخبرني بندق شوي عن الموضوع قبل الحلقه. فوت هيك على السريع عملت كويك سيرش. خلينا نحكي عن العالم اللي بيتجوزوا بلا ما يكونوا بحبوا بعض. صح؟ قد ايه في عالم بيتجوزوا؟ بتعرف قد ايه نسبه الطلاق بالبرتغال؟ بالبرتغال بتعرف قد ايه؟ قد ايه؟ لا قد ايه؟ قول شي كلمه. اشمعنى البرتغال ما يعني؟ هو مدام قالها، البرتغال اشمعنى؟ ما هو مدام قالها يبقى اكيد فيها تركه، يبقى اكيد إيه. مثلا 1%. احنا عايزين 1%. نسمعه. قد أوه ايه لا لا. نسبه الطلاق باسبانيا؟ كام؟ اعطيني شي رقم. 10؟ اوكي. ايطاليا no idea. نو ايديا. كندا اللي عم نحكي فيها. لا دي لا، لا، 99%. دي معدية. البرتغال نسبة الطلاق 92%. واو. يا نهار انا بقول لك اسود. 1%. باسبانيا 86%. يلا بايطاليا 69. هي بلا البان 69. هون بكندا 48 واو. عفوا 48 بكندا We're نسبة الطلاق. expecting more هون. يعني اللي انا بقوله 99. إيه. إزاي؟ يعني اللي عم تحكوا فيه انه نص العالم اللي بيتجوزوا عم بيطلقوا اذا مش اكتر. يعني النص عم نكون محترمين هون. ففي شيء مش ضابط. اكيد بس شو طبعا. السبب برأيك؟ عم بقول لك انا يعني هيدا عم تعالي عدم نحكي فيه. فيه. التوافق يمكن. برضه يا جماعه ليه؟ كتير أسباب. لا بص لو هنتكلم على البرتغال مثلا، يا دول مش ناس مثلا عندهم التراديشنز بتاعت الشعوب العربيه، برافو عليك. اللي هو مثلا ان مثلا بيكون في مساكنه قبل الجواز، بيكون في كل حاجه فري، فاللي هو جربوا بعض وعاشوا مع بعض وعارفين كل حاجه عن بعض. بالظبط. فبالتالي الناس دي لما اختارت بعض، مش كان جواز صالونات زي في الدول بتاعتنا زمان. دلوقتي طبعا ما فيش جواز صالونات غير بنسبه ضئيله ما جدا. هيدا الشيء لازم يقلل نسبة الطلاق مش يعليه. ما هو ده بقى يكون في المفروض. مساكنة. فاللي هو اكيد في خطأ في اختيار شريك حياتك، بالرغم ان هم كانوا بيحبوا بعض. صح. طب ما هل أو ده أو هيعوضه ان ممكن كان يحب يكون اتنين؟ في خطأ انه نختار شريك واحد بالحياة. ما شفتي نفس اللي بقوله هل ده كان هيعوضه انك تحب اتنين؟ هو ايوه. مصر على مثلا هو عنده. انت متجوز؟ انا لا بعدنا اعزب الحمد لله. That's why. That's why he's single. يبقى لازم تتجوز يا شوني عشان بعد الجواز نعرف ايه هو رأيك. تتهنى هنايا قادر يا كريم. بس هيك وحيلا شيء بناخد فيه تشانس ريسك بالحياة. وقت تشوفي هودي الارقام الواحد ما بيعود محمس انه يتجوز يعني. نو بس ما تاخدهاش. صدقني بص، لا نحكم على الكل من خلال البعض، لان صح. انا مثلا السيتويشن بتاعي غير السيتويشن بتاعك، غير بتاع بندق، غير بتاع ريتا. Exactly. الفكره يا جماعه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، مشكله الناس احنا مثلا ككابل بندخل العلاقه مع بعض، ما بنوصل. كل واحد فينا بيفكر انا عاوز ايه منك، ما حدش بيفكر الطرف التاني عايز ايه. عاوز حبيبي. ايه. صح. فبالتالي بتحصل انانيه في العلاقه، فبتبدا بعد الجواز نكتشف في بعض الحاجات اللي احنا ما كناش اصلا ممكن نتقبلها قبل ما نشوفها، لان احنا قبل الجواز بنكون كلنا ملايكه وكيوت هيدا جدا وبنطير فوق عصافير. السحاب. هيدا بسموها الهانيمون فيز. عصافير. بس بعد الجواز بقى خلاص بقى بتبدا حاجات كتير جدا بتشوفها في الطرف الاخر. بس لو احنا كنا واضحين مع بعض من الاول، وانا مثلا باجي اقول لك او اقول يعني مثلا ماي بارتنر، بصي يا بيبي انا بحب 1 2 3 في العلاقه، تمام؟ بحب مثلا الراجل اللي يعمل كذا، وبحب الراجل اللي يعمل كذا. في صراحة فاهم في انت ازاي؟ كوميونيكيشن. فانت الصراحة بدأ والتوعية تيجي كتير. تقول لي وانا تواصل. كمان يا نور بصراحه انا في مشاعر اتجاهك برضو، بس في نفس الوقت انا بحب 1 2 3. فمن هنا بيحصل ايه؟ بنكون احنا الاثنين خلاص بقينا نحاول نأقلم بعض اختبرته بعد ان قبل. احنا عاوزين نعيش مع بعض. كلنا فينا عيوب، صح. ولازم نتغاضى عن العيوب دي، بس في نفس الفكره ازاي نسعد الطرف الاخر. بس انا هلا حكيتي شيء كتير لذيذ الا اذا كتير عم بحكي. لا قول. لا انت الا وقت لازم اسكت. أوه. عاوزين حدا تاني تدينا يحكي. ريتا اديني. المايك بعدك، بس قول يلا.
انت عم في عندك حلو كتير هذا الشيء، وضروري يكون في صراحه وتواصل مستمر بين انا لايف كوتش، الشريكين. ام لايف كوتش على فكره، وانا مع الاثنين، انا مش مع انا مانيش ولا لايف مع كوتش، الرجاله. انا بس بفكر لا هيك. انا بقول لك الفكره ان احنا لازم نوصل الرساله دي للناس، ان الناس لازم ترجع العلاقات زي ما كانت. ما بعرفش اذا بوافقك اذا لازم ترجع مثل ما كانت. لا بالنسبه الطلاق تقل، ان الناس تفهم بعض. زمان كانوا اهلنا بيتجوزوا من غير ما يشوفوا بعض، بس كان بينهم حاجات جميله وبيعمروا. هلا انا عندي شغلتين، عندي شغلتين جوابا على سؤالك، وفي سؤال تاني بدي اطرحه. يا اتفضل. جوابا على سؤالك، حلو انه يكون في تواصل ويكون في انفتاح ويكون في صراحه بالعلاقه، بس أنا كمان مؤمن إنه لما اثنين يتلاقوا ويقرروا إنه هن بحبوا بعضهم، وخصوصي إذا تجوزوا، السرعة اللي بيكبروا فيها، اللي بينموا فيها كأفراد، والأشياء اللي بيتطلبوها بالعلاقة مش بالضروري تكون ماشية بالتوازن أو لا، ما أكيد في خلل كتير، بس لازم نحاول نحل الخلل ده. فممكن إنه العلاقة تتطور بطريقة يصير أنا بدي شيء الشريك منه قادر يعطيني إياه. فالغلط مش بالشريك، الغلط بهو الديفلوبمنت، بهو كيف أنا عم بكبر فكريا وعقليا وجنسيا وحياتيا. فيمكن أنا وقت التحقت مع الشريك وقررنا نكون سوا، ماني عارف بعد 5 سنين أنا شو متطلباتي رح بتكون، ما اثنيناتنا عم نكبر سوا. فليش بدي أحط الضغط على الشريك يقول إنه هو عشان غلط؟ لسه ما اتجوزتي برضه. مش غلط، بس أنا باخد من الشريك، رح كون عم باخد كتير قسم من الحب اللي بدي إياه، بس في حب قد ما جرب الشريك، لأنه أنا صرت بمحل تاني ما رح يقدروا يعطيني إياه. بتركه وبفل؟ لا، ما أنا لا بحبه طبعا، لا بس طبعا، بس بقعد بلا ما أرضي الرغبات تبعولي أو اكتمال النمو تبعولي كمان حرام. طيب شو بعمل؟ ريتا مش عاجبك. ريتا مش عاجبك. يلا المايك معاكي. بهيك وضع يعني في شيء غلط بالعلاقة، بس هو ما بده يتخلى عن الشخص اللي بحبه، في يشتغل على العلاقة. برافو عليكي. في يعمل ده مفروض احنا كل يوم لازم نشتغل على العلاقة. بس ما في حدا فيه غلط شيء، ما في غلط، بس فيكم تشتغلوا تشوفوا تكتبوا نقاط الضعف نقاط القوة بالعلاقة وتجربوا تشتغلوا عليهم. طب أنا ده يخليني أسألك سؤال يا ريتا برضو، اللي هو من وجهة نظر الست. كل اللي جوني قاله تمام، انت يمكن تختلفي أو تتفقي. هل معالجة الست لوضع زي ده، يعني ست لقت نفسها بتحب 2 which is أنا معترض إن الست تحب 2. بخيمة نسبة طلاق 92% أكيد. لا مش معترض على الكونسبت، معترض على إنها ممكن تحب 2. الست مشاعرها الواحد، بس ست لقت نفسها في سيتويشن زي ده، انتوا بتتصرفوا ازاي؟ هل زي الرجالة أنا شايف أنا عايز my needs وغرايزي أنا عايزها تشبع، ولا بتبدأوا تقيموا الموضوع بشكل أكتر عقلانية زي ما بيقولوا؟ لازم تحط أولوية لاختياراتك، يعني مش دغري تاخد قرار، تكتب شو الشيء اللي زعجك بالشخص، بيزبط ما بيزبط. أنا بحس إذا مش ظابط بينهي العلاقة مع الأول، بيروح مع الثاني، بس ما يضل بارالل، لأنه كتير بتأذي لكل الأطراف. طبعا. لأن ممكن الشخص الأول يتعلق فيك وأنت ما تترك، مثلا إذا مجوز تترك زوجتك سوري. فالأفضل إنه الواحد يحط أولوية. بس بيتكلم عن الست دلوقتي يا حبي، الست اللي بتحب يعني بس عم بعطي اكزامبل. بس خلي بالك من حاجه برضو، انا مش بتكلم يعني دايما كلامنا مش على علاقه الجواز، علاقه الراجل والست. بس ما انا هي ما بتزبط انه هيدا الانفتاح يكون من طرف واحد. يعني مثل ما اذا الرجل بحاجه لاكثر من علاقه كرمال يكون مرتاح، بيلبي رغباته ويلبي رغباته واحتياجاته. وفي كتير هون كمان ريفلكسيون، وفي كتير لوكينج انسايد لنعرف عن جد نحن شو بدنا. بس هيدا مش بس بالرجل، بالمرأة يعني كمان. فهيدا التعلق اللي عم بيصير، ما هو كمان في كم كابل بتعرفون حبوا بعضهم وتجوزوا وهلأ باقيين مع بعضهم بس لأنه تعودوا أو تعلقوا ببعضهم، بس ما بقى يحبوا بعضهم. تعود كتير صاروا متعلقين ببعضهم، صار نمط حياتهم. غير متعلقين، ده كمان اللي هو الظروف اللي هم فيها جبراهم، فرض عليهم ان ده اقل خسائر في اي خطوه تانية. احسن الوحشين احسن الوحشين. هو اللي معودين يعيشوا مع بعضهم، او اللي تعلقوا ببعضهم، بحاجه لبعضهم، بس بحاجه ليرجعوا يحبوا. طبعا. طيب ليش بدهم يتركوا بعضهم؟ بس في يكون صراحه بالعلاقه،
الانفتاح من الجهتين والصراحة من جهتين إنه إيه بيخبروا بعضهم عن شو بحاجة. بس مش ضروري على طول انه الشخصين يقدروا ينفتحوا بالموضوع هيدا، يمكن يكون ضروري سوجي أبداً. تابو انه ما يعني يجي يحكيها بالموضوع هي ما تتقبل. موافق. فكرمال هيك لازم يشتغل على علاقته، يمكن يشتغل على الرومانتيزم اكثر، ما بعرف يعملوا مره بالجمعه صورتي سوا، عشاء سوا، يحكوا بكل شيء. وثلاث ارباع انا ملاحظه الكابلز اللي بعرفهم اللي ناجحه علاقتهم هن اللي بيشتغلوا بهالطريقه. يعني بيعملوا نهار لهم بالجمعه ما يكون حدا معهم، اولادهم بيزبطون وبيروحوا لحالهم او بيسافروا سوا لحالهم. They should work on this. عاوزين يعني نحن ولا بطل زواج نحن نكتشف بعض من جديد. صح. انا رايي انه فينا وهذا بيساعد بس ما بحل المشكله. لا وانت ليه ما يحلش المشكله؟ ما هو بص لو وصلنا لطريقه، بص اقول لك حاجه، يعني مثلا هديك اكزامبل. دلوقتي واحده متجوزه واحد، هو بيحبوا بعض جدا بس الراجل بارد عاطفيه جدا، اهمال، ما بيتصلش بيها كتير، بيتصل بيها وقت فراغه، مش بيديها وقتها زي ما هي، وكل واحد مثلا فيهم في بلد مختلف عن التانية. فبتبدا هي تو منشن تو هام مثلا حبيبي انا بتضايق من ده، بيبي انا هبدا يحصل جاب منك، فكر عم بتنق. فاهم انت ازاي؟ فاللي هو اتكلموا مرة 2 3 20 وقت ما بتوصل لحارة سد هي قدامها اختيارين، يتكمل على هذا الطريق اللي هي مش متقبلاه وهتبدأ تدور على احتياجها العاطفي مع شخص تاني، يا إما تسيب. بس ده بياخدنا لخيانة يا نور. ما هو ده أنا بالنسبة لي أسيب. برافو. أنا بس انت دايما عم بتفكروا بنطاق باينري، بنطاق ابيض او اسود، انا معه ولا انا ما انا بقول لك بتحاول. ايه بس ما احنا بس احنا متجوزين بعض ليه عشان نعرف بعض. لا بس ما رجعنا حكينا انه الاحتياجات بتختلف، يمكن انت بدك الامان، يمكن انت ما هو ده عشان بس في شيء تاني بدك اياه ما عم بيوصل لك، ليش بده يصير هو صفر وحطه على جنب؟ لا مش كده. بص يا جاني، انا بتكلم في نقطه ان احنا نرجع لنفس النقطه تاني، ان انا لازم اكون واضحه وصريحه مع ماي كابل، علشان يعني ماي بارتنر سوري، ليه؟ عشان خاطر ان انا لازم اوصل له الفكره. انا لو في حاجه ناقصني من ناحيته يدهاني، وهو نفس الفكره لو في حاجه ناقصه من اتجاهي اديها له، ونشتغل على ده زي ما ريتا قالت. بس لو وصلنا لحاره سد، يعني انا مثلا ضد طريقه ان انا احب راجل تاني وانا متجوزه مثلا، او ان انا احب واحد تاني وانا مرتبطه ديجا، يعني لا خلاص اسيب. انا مش مرتاحه معاك، انت مش مديني احتياجاتي، بالرغم ان انا بشتغل اديك احتياجاتك. ما هي المركب ما طب انا عندي سؤال لك، انا عندي سؤال لك. اسمه ايه البتاع اللي بنقدف بيه؟ المركب بتقدف بمقدفين. مش بواحد اللي بنقدف بيها مقداف. انا عندي سؤال. نحن اكثر العلاقات الحب جايه تقريبا من الاديان، فرض علينا كيف واحد لازم يحب، صح؟ وجايه من المجتمع اللي مأثر كتير بالاديان كمان، اكيد، صح؟ اذا بنيجي بنفكر بالحب كحب، كفكره حب، وبعرف صعبه، بس حطوا الاديان والمجتمع على جنب، يعني خلينا نحطهم بخزانه ونسكر عليهم ل5 دقائق ونيجي نفكر بالمنطق بالحب. انتوا بتشوفوا الحب ممكن يكون عندكم كنترول عليه، ولا الحب شيء حر بيروح باتجاهات مختلفة؟ أنا رأيي حر. أنا برأيي حر، بلا ما يكون في حدود وضوابط لكيف الواحد لازم يحب، ومين لازم يحب، وليش لازم يحب. فخلينا نحكي عن الحب كفكرة ونحط كل شيل الدين والمجتمع على جنب. الحب حر. طب انت ايه رايك في الكلام اللي بيقول عليه ان هو الحب كفكره يا بندق؟ الحب كفكره هو كل حاجه حلوه. الحب هو ان انا ببقى حاسس ان الدنيا كلها مسخره ليا انا وشريكي. الكون ده بتاعنا، زي ما دايما بنسمعوها في الاغاني كده، الكون ده بتاعنا. احنا مش شايفين حاجه في الدنيا غير بعض، مش عايز حاجه في الدنيا غير بعض. ممكن ما اكلش وما اشربش غير لما اتاكد ان انا معاه ومبسوط وكل الكلام الجميل ده. اقدر اعمل اي حاجه. في ناس كتير دلوقتي بتقول لك ان ده كلام افلاطوني، ده حقيقي ولا لا؟ ما احنا قلت لك احنا ايه، احنا شلنا الدين على جنب، واحنا شلنا لا افلاطوني ان هو ده كلام انه مش موجود. في ناس كتير بسمعها بتقول ده ما مش موجود، زي الحب بتاع المسلسلات التركيه. في منهم هيدا موجود بشهر العسل، بفتره شهر العسل. والله لا موجود لحد دلوقتي. كمل فكرته، ما نهزرش يا جماعه. نوع عن جد هو ببلش باشن شغف، بعدين بخف. ففي كتير بيغلطوا بين الباشن والحب، لأن الحب ضل بس الباشن بتروح.
You like a person, it's different than loving him. You understand? بتحبيه ممكن لكل حياتك تحبيه، لو ما بقى شفتيه يمكن ما كان إليك، على فكرة بس you like him maybe بعد جمعة خلاص. طب انتوا عارفين بالنسبه للراجل كان في دراسه كده معموله لطيفه جدا كانوا بيتكلموا فيها ان هو بيقول لك بالنسبه للراجل الهوس الجنسي، يعني مثلا في رجاله لما بيشوف اي واحده حلوه بيحس نفسه المشاعر بتاعتها بقت toward her ان هو يعني عاوزها مثلا في حاجات معينه، مش ان هو كحب. بس بيقول لك الراجل اللي بيحب والعكس من كل والعكس صحيح. بس الراجل بالذات لان الرجاله معروفه ان هي بتحب كل الستات exactly. لما بيحب بجد الهوس الجنسي بتاعه بيقل اتجاه اي واحده شافها مزه ماشيه قدامه، علشان خاطر تفكيره دايما بيتجه لفترة ما لفترة ما على حسب كل راجل انه صح. على حسب كل راجل، بس دي دراسه ما. بجد. لفترة انا بقول لك ما. اول رجاله قالت لك ايه لفترة ما. وهون عم هي بقى بقول لك الفترة وهون دي. عم بقول لك في احتياجات مختلفة. يعني انا اذا هلا حبيت كون مع حدا شكله الخارجي وفي انجذاب جنسي تجاه اول فترة رح بتكون كتير قوية وايلد طبعا. بس بعد فترة طب أنا بدي أشياء غير أكتر من القصص الجنسية مع الامرأة صح؟ ما بيملاش عين شو قصدك غير؟ حسب شو الغير؟ لا بدي أعرف. بدي متطلبات أخرى، بدنا نفكر سوا، بدنا نحكي Exactly. سوا، بدنا نتعرف على بعض اكيد أكتر، طبعا. لا انا مش بتكلم على بس النقطه دي، انا بتكلم ان ده بيثبت للراجل ان هو فعلا بدا يعني يحب الست دي. هو بيحب مثلا عقلها، بيحب اسلوبها، بيحب كل حاجه هي بتعملها معاه. فوانس ان هو وصل للنقطه دي معاها ان هو مثلا شغفه او الهوس بتاعه الجنسي ما بقاش يتجه لاي ست تانية بيشوفها عادي جدا، حبيبتي مالي عينيا. بصي انا هقول لك حاجه، مقوله لازم يبقى الكل عارفها، ستيتمنت كده. ايوه ها. الراجل لما بيحب بتبقى الست جزء من الحاجات المهمه في حياته. الست لما بتحب بيبقى الراجل هو كل حياتها. exactly. ويا ترى بقى ده غلط الفرق ولا لا؟ الكبير. بالعكس، الراجل لأنه مطلوب منه إنتاج، حماية، توفير موارد، رعاية وحب. الراجل أساساً عليه تاسكس لازم يعملها. بس نحن صرنا مجتمع صاروا اثنيناتهم بيشتغلوا صح. Yeah. يعني في عالم يعني ده لازم عشان في المجتمع مساواة. بس الغريزة غريزة. الغريزة. في عالم بتقول لك انا مثل الرجل ما بدي لا يحميني ولا شيء، بس بدي يكون في علاقه لا. ماشيين مع بعض. النسويه ده كلها لا النسويه كلها قدام الفكر النسوي قدام الميديا، ولما بتعيط فكر لوحدها النسوي كله لا ولما بتعيط لوحدها بتعرف ان الله حق وبتعرف انها عايزه راجل. أيوة دي مفيش حقيقة. واحده شاذت عن القاعده. دي الكلام حقيقة. ده قدام الكاميرات وقدام يعني الجماهير وكل الكلام ده. بكون عندها احتياجاتها بس مش هي في الاخر ست. إيه؟ مش هينفع انها ما لا تبقاش ست بص، اصل الست مش هتلاقي الامان والحب والاحتواء من ست تانية. من ست تانية هتلاقيه من راجل. في اللزبيانيزم كلها ماشيين لا دي حاجه هون بالاخر الحوار انه انا هون عم نحكي انه انا هيتيروسexual. الهوموسexuals ممكن عندهم اختلافات تانية وما في شيء غلط فيها لانه لا ما بنتكلمش في النقطه دي، بنتكلم ان برضه في الاول وفي الاخر الست برضه بتلاقي بتبقى محتاجه حد في حياتها يطبطب عليها وقت ما يمكن ده لازم يبقى راجل. وانا مش مختلف، انا بقول يمكن اكثر من حد، يمكن اكثر من انا كنت اعرف واحده ياما زمان. في نسوان بيطلعوا مع اكثر من دي رجل حقيقة. واحد. دي حقيقة. انا كنت اعرف واحده زمان تقول لي انا لو زيكم ممكن اتجوز 4، انا هجوز واحد احبه، واحد يحبني، وواحد يبقى حلو في السرير يعني، وواحد يصرف عليا. صريحه اللي هو بالظبط الدايركت. بيوتيفول. بتعرف ليك انا كل تاسك يقوم بيها راجل لوحده. بواحد من الستاند اب كوميديز تبعوا لي الشو بحكي انه انا برج الجوزاء. انا انت كمان برج اوبا الجوزاء. انت جوزاء زي أنا ما حكيتش. كملت يا نور. انا برج الجوزاء. يا لهوي. احنا من الجوزاء الطيب. وبحكي عن انه في 37 شخصيه عايشه جواتي، وهول اللي بعرف فيهم. انا اكيد في شخصيات اكثر. 37 لازم يتجوز هول اللي 37 تعرفت عليهم. مره. انت عدتهم. ايه فردا وفردة لانه في شخصيات انثويه كمان. طيب اذا ظاهر انا هلا مع صبيه، هلا هيدي بدها ترضي 37 شخصيه اللي عايشه جواتي؟ ولا الله والله يبقى حرام. ولا الله.
والله يبقى حرام. مش كلنا عنا شخصيات جواتنا؟ اكيد. كلنا بدنا نجبرهم بشخص واحد. كرمال هيك الزواج والالتزام، اذا انت منك ردي ما تعمله. او العلاقه طلع عموما، هيك. العلاقه التزام يا ريتا، العلاقه إيه. التزام. مشان هيك الحب غير الزواج. بس انت يا بندق بتقولي عن الست اللي هي قالت هتجوز واحد، هرتبط بواحد يصرف عليا، وواحد مش عارفه واحد يحبني. واحد دي عندها الناس اللي بتكون كده بصراحه تبقى سواء ستات او رجاله. انا بشوف ان هو ايه، او الاكتر كمان يعني ان ده بيكون الانسان ده عنده خلل في نقطه معينه، وعندها عدم ثقه في نفسها. مفيش ما ينفعش. احنا بنشوف ده كتير، اللي هي هو بيحصل كتير. لا بس اللي هو بكل صراحه الست اللي هي مع واحد بيصرف عليها بس هي بتحب واحد تاني، بس الحاجتين الاساسيتين دول. طيب بس اللي بيصرف عليها، اللي بيصرف عليها يعني هي مع حد بيصرف بس ما بتحبوش، بس انتبه، وهي بتحب واحد تاني، مش اكسكلوسيف. مش اكسكلوسيف. ممكن اللي بيصرف عليها هو اللي عم بيعطيها الامان، واللي هو بالظبط، بس مشاعرها مع حد تاني. لا بس لا انت ليش عم تحط مشاعرها كبلوك واحد؟ لان الست مشاعر. لا، لانه كمان وقت تكون مع حدا عم بيعطيها الامان، شو من وين بيجي الامان؟ الامان بيجي يا اما ماديا يا اما بيجي عاطفيا، صح؟ طب ما هو ابوها مديها الامان، او بيجي من عائله، او بيجي من اولاد، او بيجي من ستابيليتي، او كل هول. طيب ات وان بوينت يمكن عم تاخذهم، عم يصرف عليها بس، وفي حب، في علاقه صار تعلق كمان، عرفت؟ او ارتياح، وهذا الحب ممكن يكون ضمنهم هول التعلق والارتياح، صح؟ ممكن تكونوا تعودتوا انه تعيشوا مع بعض، تعودتوا على لايف ستايل معين. التعود مش حب. لا بس ما هو كان في حب. المصلحه مش حب. والمصلحه مش حب. برافو. بس ما هو هلا واحد عم يصرف عليها يعني ما بتحبه، اذا عم يصرف عليها، بس يعني. اذا عم يصرف عليها هي عم تعطيه اشياء تانية بالمقابل. ما صفقه، يبقى كده مش صفقة. حب. يعني بطل حب، بس ده مش حب. بس ما هون عم نحكي انه في كتير عالم بيكونوا مع بعضهم هيك. ايه مزبوط. كان في اكزامبل زمان بيقولوا لطيف جدا، بيقول الست كانت مركب وبتشيل معاها راكب واحد، والراجل سفينه بيشيل معاه ركاب كتير. دلوقتي الاثنين بقوا غواصات ومش هل الحب من طرف واحد حب؟ اكيد بالنسبه للشخص. لا انا لو بحب حد من طرف واحد انا متاكد ان انا بحبه، انما هو يحبني ده موضوع تاني. بس ده حب مش مريح، حب غير مكتمل، صح. يعني مش منظومه حب، هو حب بس مش منظومه الحب اللي هو انا احبها وهي تحبني. طب هو ايه الحب بالنسبه لك يا ريتا؟ يعني انتي قولي لنا برضو ايه الحب بالنسبه لك، ان معناه اول حاجه، وتاني حاجه ايه اللي يخلي برضو الستات او رجاله ان هم دايما قلوبهم بتتجه مع اكتر من شخصين 3 يحبوا؟ طبعا عايزين نسمع صوتك يا حبيبي. الحب اذا ما في البيسك تبعه المحبه ما في حب، لانه بالحب بده يكون في احترام، تضحيه، التزام. اذا انا ما عندي محبه باساسي ما بقدر كفي. ان لم يبني الرب البيت عبثا يتعب البناؤون. يعني إذا ما الله كان هو عم فايت بقلبه للشخص وعم بحسسه بسلام تيقدر يعطيه لغيره، لأنه أنت بتعرفي عن جنرال إذا ما بتحبي حالك ما فيك تحبي اللي بوجهك، ما فيك تحبي حدا. بالضبط بدك تكوني حابة حالك قبل ما تعطي. صح. هيدا الحب الحقيقي. والخيانة بتصير وقت يصير في إهمال، وقت يصير في تغيير بالتصرف بالطرف الآخر. هل ده مبرر؟ إيه إذا إهمال أو إيه يعني إذا وصلت لحلول، يعني مثلا هملك هي بتقول بتحصل ليه؟ هو بص احنا مش بنشجع للخيانة أو مش بنشجع وزي ما قلنا هي مش هنرجع لنقطة ان هي مثلا الراجل لما بيحب واحدة تانية يبقى يقال عليها ان هي خيانة. ما ممكن الراجل بيكون متجوز 2 3. تمام، دي ما لهاش علاقة بالخيانة، بس ليها علاقة بان ايه، ليه الشخص مثلا مشاعره اتجهت ليش الرجال بيتجوز 2 3؟ عشان هو حبيبي يعني مش مليانه. يعني اذا حدا ما شو عم نحكي هون. وحتى لو متجوز 2 3 بتلاقيه متجوز مراته وعياله، مصاحب عشيقته اللي مدلعاه ومهنناه، ومصاحب واحده ثالثه عادي جدا اللي هي مطرقعه زيه. دي الايمج اللي بيخرج بيها. فلو مش شرط يكون جواز، ممكن يكون فاهم انت رفقه بلبنان. ليش ما في مشكله فيها؟ ليش هيدا ما في مشكله فيها؟ لا ما بتكلمش احنا عشان هي قالت مثلا خيانه، احنا ما بنتكلمش ان دي مثلا تعتبر برضو خيانه، لان هي في الاول في الاخر هو جواز، هو مش خيانه. لا بس هي ما فيش مشكله فيها، لان هو نفس ده السؤال اللي طرحنا في اول الحلقه. لان ده بالنسبه للراجل امر طبيعي. قدره الراجل
منتلي ونفسيا وكل حاجه انه يتحمله ويديل معاه انه كمان لان يقدر الراجل يظبطه. اهم حاجه العدل في العلاقات. لو الست بيعدل مش ده. الست لو ما ينفعش بيعدل. تبقى بتحب 2 أو 3. لا انا هون بختلف تماما. انا اول شيء وقت احكي عن الحب بحط الله على جنب، يا لانه الله هو حب. طبعا أكيد. رايت. انا بالنسبه لي الله هو حب، فكيف بدي احكي عن الحب والله هو ما هو؟ بتعرفوا كم ديانه في بالعالم؟ كتير. شي 4300 ديانه. كل حدا بيقول عن الله شيء. واخر شيء اذا بده يطلع في شيء مزبوط في واحد مزبوط، يعني البقيه كلهم كذابين، فما حدا عارف شو هو الله وما حدا عارف شو هو الحب. تمام. مبلشين من هون. فانا بالنسبه لي الحب هو شيء كتير حر، وما فينا حده بمحل ويقول لازم تعمل هيك ولازم ما تعمل هيك. لازم نترك له مجال للحب ليكون. واذا حطينا عليه قيود ليكون مثل ما نحن بدنا اياه انه يكون، هيدا صار فكر توتاليتاري، لازم يكون هيك والا ما بيكون. لا اتفق معك، لان الحب بيجي كده. ايه، وبالتالي انا بالنسبه لي الخيانه نحن بنسميها خيانه لما نكون عم نحد الحب بشكل واحد، لانه هو موجود بس نحن ما بدنا اياه انه يكون موجود. نحن فارضين عليه انه يكون موجود بس بالطريقه اللي بنحبها، فبنسميها خيانه. انا بالنسبه لي اذا في صراحه وشفافيه بين الشريكين انه يكونوا منفتحين على يكونوا عم بحبوا بعضهم، ويمكن ناس تانية مثل ما واحد كل حدا بيرتاح، يعني ما عم نحكي هون لازم يحبوا البقيه مع بعض، كل واحد بيحب التاني، بس يكون في صراحه ويكون في حكي ويكون في ريفلكشن. الخيانه منها موجوده والله موجود دايما بيناتهم. مش فاهمه النقطه دي، تهت شوي. بص انا فاهم. كان في حد اعرفه قبل كده قالت لي ان هي ليها تصنيف كده، ان هي قالت لي لا اصل انا ابقى كذا. فقلت لها يعني ايه كذا دي؟ قالت لي يعني انا مع شريكي بس في نفس الوقت اقدر سوري يعني انام مع كذا اي احد مش تاني. بس انام، ليش عم أي حد بس تاني؟ انام؟ وشريكي متقبل ده لان احنا كده. بس ليش انا كثير انفتاح بس. لا ده انفتحته. لا الفكره ان لها تسميه كمان، شو بس بيعملوا فيها؟ انا مش فاكر التسميه ايه. حاجه كده يعني، هي هومو حاجه برضه بس انا مش عارف اجيبها. لا هي البولي عم تحكي عنها. بول ايوه اسمها ايه؟ بس المونوجامس والبوليجامس ريليشن شيبس، فهي علاقات مفتوحه. يعني دي ولا مونوجامي انا بتحب شخص واحد. ايوه. وفي اكسكلوسيفيتي عليه انت وياه. ايوه. البولي يعني فيك تكون منفتح لكذا شخص. هي بولوجامي بس منفتح، بس اثنيناتكم منفتحين لكذا شخص وقابلين ده. انا ما قدرتش استوعب يا بنتي اشرحي لي. لما الرجل عم يتجوز 4 ما قابلين ده، لا قابلينه لانه هو كده خلقته كده. لا ما تجيش تقول لي اصل الراجل قوي جسمانيا. صديقتك ما عم تحس نفس الشيء، مشان هيك فايته بعلاقه منفتحه او مفتوحه. مش عارفه اجيبها ازاي. لا ما هي هيك. شو بدك تقول لي هلا هي عم تفكر غلط او عم بتحس غلط؟ طب بفكر غلط. ليش انت بدك تفكر صح وهي بدها تفكر غلط؟ لان طبيعه البني ادم، لان في حاجه مسلمات. ما هي كانك بتقول لي ايه اصل لا الراجل قوي جسمانيا فالست قويه جسمانيا. يعني هي عم تشتغل بعكس طبيعتها. لا بص يا جوني، في حدا يشتغل بعكس طبيعته. والانقح الراجل اللي معاها اللي موافق على ده وبالنسبه لها وبالنسبه له عادي. فين رجولتك يا عم؟ لا ما فيش رجوله هون. رجولته انه يتقبل يكون صريح مع حاله انه مثل ما هو مختلف باحتياجاته والمرأة مختلفة بحياجاتها، هيدي الرجولة. ويضلني مرتاح ومتصارح مع حاله يا جماعه برضه. يعني حتى سايكولوجيا ان الست تنام على اكتر من راجل دي طبعا صعبه الا لو كانت ممتهنه المهنه. شفتوا لما الحديث بيروح للنوم ما بنتقبله، ولما بيخرج عن العلاقه الجنسيه بصير منطقي. ايوه يعني ممكن الست زي ما قلنا، زي ما ريتا قالت، انه ممكن لو الراجل مش مكفيها احتياجاتها العاطفيه وعندها نقص في انها تسمع كلام حلو، ممكن فعلا تكلم حد. واحنا مش بنرخص ده برضو، لان برضو ده غلط، لان بيخلي الست مشتته جدا وهي اللي بتتعب جدا نفسيا. بس الفكره ممكن تكلم حد تاني لمجرد انها تسمع كلام حلو، بس بعد كده الست ربنا خلقها كده عندها حته لا انا حاسه اني بعمل حاجه مش مظبوطه، بتبدا تكون في خلل كبير جدا. الحاله الوحيده اللي انا بشوفها او بقتنع ان الست ممكن تبقى تنام مع كذا حد ان تكون دي مهنتها، فده بالنسبه لها مهنه ليس اكتر. ومسموحه للرجل. مسموحه للرجل يعني ايه؟
يعني ما في مشكله بالرجل ينام مع كذا ست. خلقته كده يا جماعه. لا هيدا تفكير مش مزبوط بالنسبه لإلي، هيدا رايي. اقول لك حاجه ما في حدا خلق من قديم الازل، ينام من مع قديم أكثر لا 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 لا. عجبني لا بص، مش انا حكيت. جوني ريتا نور من قديم الازل. انت دلوقتي النهارده انت عليك 3. ايوه ايه بس عليك بس 3. هقول لك هلا حاجه انا مفكر جاي انا وياك من- طلعنا مع بعض. من قديم الازل. اذا دايما كان يقول نحن لك متفقين. هيدا سؤال تاني. الراجل من قديم الازل، ايام الممالك والحاجات الجميله دي، ماشي. دايما يقول لك مثلا الراجل او الملك او الساري او بيبقى عنده زوجه او عدد كتير من الزوجات ومحظيات اللي هم الجواري وكل والسبايا وكلام من ده. حتى لو ماشي زي كينج ارثر كان عنده مش يعني قصد مش على مجتمع معين، هو كده ماشي. طبيعة الراجل. طيب طبيعة الراجل. لك بس ما كنا عايشين بمجتمعات لحظة استعباديه كمان. يا حبيب طبيعه قلبي الراجل يا هيدي؟ حبيب قلبي من قديم الازل. على فكره ايام الفراعنه كان يعني مثلا كان كل ملكه ليها جوزها، بس ما كانش ليها عنده جوزها الحاجات مين دي. بس ان اقول لك الملك تحتمس لما كان بيتكلم على مراته نفرتاري، لما قال لها ده كانت فيها قصائد شعر. هي التي لا تشرق الشمس الا بوجهها. أيوة. كان متجوز على 58 واحده بس الله اكبر. شفتوا؟ هيدا في 59 شخصيه جواته. بالظبط. بس بده يرجع حاله الفكره في زلمة. حاجه من قديم الازل، راجل ويعرف ستات كتير. اسمه ايه؟ اسمه راجل ايا كان. كنت اقول له يعني ست وتعرف رجاله كتير. اسمها ايه من قديم الازل؟ امرأة. اسمها ست. انت هون حسيبوا عم لخيالكم. بتزعبر لانه حاسبوا عم الخيال. بتزعبر لانه عم بتفوت المجتمع بالدق وعم بتفوت الدين بالدق. انا بقول لك يعني ايه عم بتزعبر. لا هو بس. دلوقتي بعد عن الدين خالص، بس هو حتى جاب لك من ايام المماليك بقى بس وايام ايام الفراعنه. والفراعنه انا معاك من الفراعنه. معروفه راجل مع ستات كتير اسمه راجل، ست مع رجاله كتير ما اسمها الست بيطلق عليها لفظ تاني. which is ليه؟ لان مش طبيعه الست ده يا جماعه. طبيعه الراجل خلقته كده. الراجل صح. ربنا خلقه لينشر بذوره في الحياه كلها حتى لا ينقرض البشريه. بسم الله ما شاء الله بيقول اشعار يا جماعه. ينشر بذوره. بذوره. ايه بده ينشر بذوره. اسمع شوي. انزل من على المنبر. انزل من على المنبر. نحكي عن الحب. نو وين الحب هون؟ اسمع مش عارف. فيك تنشر بذورك قد ما بدك بس بلا ما تحب حدا. عرفت؟ يعني ايه يعني بدي اقول لك شغله. عم نحكي عن الطلاق وما احنا الطلاق. تقريبا النهارده بنضحك لا. بس يعني بس لا الموضوع لذيذ لانه لا انا وهي يعني اذا بتشوف المجتمعات اللي بعدها محافظه واللي بعدها شوي ماشيه على الاديان على النورمز، على القيم المجتمعيه القديمه، بتلاقي نسبه طلاق واطيه فيها. بس هيدا ما بيعني انه الحب عالي، هيدا بيعني العالم مع بعض. هون بتشوف انه شوي المجتمعات المتقدمه صارت المتحضره شوي، اللي مرق وقت شوي على التفكير بالعلاقات اكثر من دون القيود. عم بتلاقي هيدي المشكله الكبيره. بس ما خص البذور ونشر البذور اذا الاثنين بحبوا بعض ولا لا. بس بص هقول لك حاجه برضو لطيفه جدا. يعني ايه تصدق نسيت. هلا بترجع بتعرفي بتقول اذا مهمه بترجع بترجع. والله نسيت. كملوا هبقى افتكر. موضوع البذور عمل قفله. بذورك انتشرت. بس اذا هدفنا نرجع انه بدكم تحكوا عن الحياه الزوجيه ان الناس ترجع هي احلى مثل قبل اكتر من التلاق. لو كان على البركه. انا مش مجمعه بقول لك احلى من التلاق. احلى من شو؟ الطلاق. طلاق. تلاق. لا انا النهارده يا جماعه انا النهارده لانه سوري نحن مجتمعاتنا العربيه بعدها محافظه شوي. يعني بالمجتمعات العربيه مين بيقبل بالمساكنه قبل الزواج؟ ما تلاقيش. لا ما بتلاقي. بس موجوده صارت موجوده تحت الطاوله. موجوده كتير بس موجودة. بيحكوا عليهم. بس انا برجع بقول اذا بحط الله والقيم على جنب، لانه كلنا مربوطين بالله والقيم. انا بالنسبه لي ما بفهم كيف اثنين فيهم يتجوزوا من دون مساكنه، ولا ممكن افهم. ما ممكن استوعب، لانه كيف فيك تكتشف الاخر. افهمها لك. بس المساكنه ممكن ينتج عنها طفل. ايه طيب ما نفعتش اجرب مع سكن مع حد تاني بطفل تاني مع حد تالت بطفل تالت وممكن ما ينتج عنها طفل.
ايوه ما هو ده احتمالات، إيه، بس هي بس- في الاساس بس كيف ممكن- بس انت كيف- بتظلم الطفل ده ان هو طالع يعني بده يصير في فوضى بالمجتمع إذا كمان. إجا بالمساكنة اللي هو ريت ممكن يكون كتير قليل، بس كيف ممكن تتجوزي حدا مش مكتشفة حياتك الزوجية، وخصوصا إذا بنحكي عن الزواج الديني، خصوصا يعني نحن عن المسيحية في السراء وفي الضراء، وبس تتجوزي وما بعد فيك تطلقي وبكون عمرك 25 سنة وبتقولي هيدا الشخص اللي بدي اياه إلى للآخر. أبد الآبدين، ولك يا عم عمرك 25 سنة تعال روق شو عوض روق شوي على وضعك، عرفت شو؟ ايوه وفي السراء في الضراء، مؤبد. ويا خيي 3/4 الحياة بتيجي لا بالسراء ولا بالضراء. بس تيجي جوني، بدنا نشوف كيف بدنا نقعد مع بعضنا بعد الظهر بس نرجع من الشغل مثلا، عرفت كيف؟ بس جوني هلا عملوا توعية بلبنان، بس مش العالم ما عم بتطبقها للأسف. الكوبل وقتا يخطب بده يتجوز في 6 أشهر تحضير. هيدي بفرجون كل شيء، حتى بيجيبوا لهم بيبي ارتفيشال بيبي عم يبكي. انا مع كل شيء. اثنين يعيشوا مع بعض لا يعرفوا كيف ممكن الحياة تكون قبل ما يقولوا بدنا نتجوز، لانه 3/4 او في انا اكيد اذا بنشوف في كتير عالم بيتجوزوا وبيرجعوا من بعد الزواج بيكتشفوا. طب ما انت لسه قايلها ان صح. في اسبانيا عملوا مساكنه وفي الاخر اتطلقوا. ايه وما مش يعني إيه، بس ما هي أنا- هي نفس الفكره يا جوني. ايه بس ما هيدا عم بضيف انه اذا عملوا مساكنه وطلقوا كيف بلا مساكنه؟ واحد يصير الله يستر يعني. انت وحظك يا البطيخه طب تطلع رح يتجوز حدا لك. انا واخد بالي من حاجه النهارده، اول مره الوحيده اللي متفقه معايا هي الست. انا دايما كانت الست ضدي، شفت كيف؟ انما ريتا من الاول شفت- قالت الست مشاعرها لواحد بس. نحن على نفس الموجة وهن على نفس الموجة. أيوه. ليش بدك رجال يكونوا متفقين دايما والنسوان يكونوا مش متفقين فاهمة. دايما؟ لا يعني دايما جرت العاده فيما تجري الامور انا يعني. ماشي بعكس العادة خيي بندق. طب انت يا عكس رايك يا التيار. ريتا، يا ريتا تعتقد يا نهار اسود استغفر الله. فكره تقر عليا انا ما بقتش عارفه انطق كلمتين مظبوطين اعرف. يا لا يا ريتا ايه شفتك رايك؟ اتلخبطت. اه مش انا يا بنتي، لا انا بقيت النهارده ضايعه خالص، كل الكلام ضايع تقريبا، لسه نايمه فوقي. صباح الفل. إيه، مين هي الست اللي الراجل ما يقدرش ينساها؟ مثل ما قال جوني، وقتها المرأة تكون عم راضيته بكل شيء، اوكي، هو بيصير خلص بده يعطيها كل شيء، واذا هو كمان عنده مثل شغف لإلها واشتغل على هالشغف انه يضل حب، هون ما بيتركها. لا يعني ممكن يكونوا سابوا بعض انفصلوا بس ارتبط بواحدة تانية وبرضه الست دي مش قادر ينساها. ايه الحاجة اللي تخلي الراجل ما يقدرش ينسى الست؟ حب الحقيقي. مع الحب الحقيقي ايه الحاجات اللي ممكن يكون الطرف ده بيعملها؟ فاهم قصدي؟ أصلاً أنا فاهم وعارف الإجابة. يمكن لأنه ما لقى الأشياء الميزات بالشخص الجديد اللي كان موجود بالأول. فهمت علي؟ يعني يمكن هو لقى كل شيء فيها بتكمله إكليبريوم لإله. اصل ايه عرفتي قصدي؟ Yeah. يعني اذا ما لقى بالشخص الجديد المعطيات اللي هو بده اياها مثل بالشخص القديم ولا ممكن ينساها. اصل في ستات كتير مثلا بتطلع تقول ايه ده انا اديته حب واديته اهتمام واديته احتواء يمكن مش هيدي هي واديته بده مش إياها. عارف ايه، وانا واثقه انه بعد ما يسيبني مش هينساه. طب ما هو اصلا سابك. سابك ده اكزاكتلي. انه ما كانش حب حقيقي. لا في يكون ظروف، انتبهي اوقات في الأغلب. ظروف ايه. بصي اللي إيه؟ بيحب الراجل بالذات بيفحت الصخر عشان اللي بيحب. صح. to be honest. ما في حب مش حقيقي. كل الحب حقيقي. لا في اعجاب، في درجات. كل الحب حقيقي، درجات. وهيدا الشيء ببرر ليش العالم بتكون مع بعضها. ما في حدا بيكون مع بعضه اتليست بالاول غصبا عنه، اتليست بالاول في بيحب شيء بالاخر اول فتره، بس مش بالضروري الحب يكون مستدام يا لمدة كتير طويلة، لأنه نحن بنكبر بنتغير. في كتير اشياء بتتغير بالحياة. في عشرة بقى والحب وتعود. الحب منه فيكست، منه ستاتيك. الحب له عمر دايناميك، بيتغير، بيطلع وبينزل وبيقل وبيزيد وبيمرق بمراحل. فليش نحن عم نطلب من الحب يكون فيكست ومتواصل وواحد بيشبه بعضه كله؟ والله بص في ناس اعرفهم وقرايبني يعني مراته ماتت، كانوا بيحبوا بعض، قصة حب من ايام الجامعة. مراته ماتت من كتر حزنه عليها مات وراها. وراها. لك ايه في كتير هيك حب فظيع، وده فعلا. كتير. وحتى طريقة تعامله معاها قدامنا مثلا يعني ما شاء الله بجد كنت كتير. تحس ان ده حب. الله الواحد نفسه في حب زي كده. بس ليه انت علشان سالتي اللي ما ريتا؟ بينهم
اكيد كانت حاجه كبيره قوي. الراجل متطلباته بسيطه، في كونكشن. عايز واحده تريح دماغه، شو يعني تريح دماغه؟ ما تنقروش كل شويه. ما يكون عم تنقص كل الوقت. بالظبط بتقعد الهنية الست الهنية. بالظبط. بصي جوني تريحه يعني ايه تريح دماغه؟ تريحه. ايه لانه شو تريح دماغه ما تنقش كل هلا اوكي هو بيكون بس انه طب ما في رجاله نقاقه، مين؟ في رجاله نقاقه. ماشي بصوا انتم بيكونوا جايبه لك في- نسبه ال1%. لا أنا في بتكلم. رجاله في رجاله بفوتوا بحياه التفاصيل الدقيقه تبعوا المره يو ماي جاد، بيحرقوا دي حصلت السلافه. معايا على فكره في مره هو اللي كنت بيكونوا مخطوبة كنترول لواحد فريك ما كده. ترك لها مجال تتنفس المره. كرهني في حياتي يا ابني، وايه يا التدخل التو ماتش في ده. ناس بتتجوز ناس بتصير كل اصحابها اصحابه وهو بيكون لا بس دي مش حريه خالص، ما بتبقى بس ملل ما هون عم السنين نحكي بقى يعني بس الفكره انه ما في جنراليزيشن، يعني ما في انا بالنسبه لي ما تزعلش مني ما فينا نقول الرجال هيك والمراه هيك والرجال بحق له والمراه بحق لها ولازم لا. انا برايي انه هيدي القوانين المحطوطه هي كتير متعلقه بالقيم الاجتماعيه اللي نحن رايبينين عليها، واذا بتحطن على جنب وبتجرد الفكره كفكره وبتقول خلينا نفكر فيها بمنطق او بشعور، لانه في التفكير المنطقي وفي التفكير الشعوري. اذا صح. بصير في بالانس توازن بين الاثنين بيطلع معك اجوبه كتير المجتمع ما بيتقبلها. وهلا مثلا انا الاراء اللي عم بحكي فيها 3/4 على المجتمع ما بيتقبلها، وبتصير كايند اوف بصير مارجنالايزد وقت تفكر بهذا الفكر. بس كله بنفكر فيه بالشخصي، ما بنحكي بالعالم. اكيد انه هول كتير بين الواحد بينه وبين بالشخص. نفسه. ايه بس تيجي تحكيها بالعالم يقول لك لا ما بصير لانه الدين ما بخليك او لانه المجتمع مش ايامنا هيك. بس موجوده هاي الافكار، موجوده هيدي الاحتياجات، موجودين هودي الاكزامبل. شوفوا قد ايه في مجتمعات بعيده عنا تطلع عن الحب وعن العلاقات وعن الارتباط بطريقه مختلفه تماما عن الانسان طلع فيه. طب بصوا يا جماعه، طبعا احنا كان نفسنا ان احنا نقعد معاكم وقت اكتر لان الحلقه ممتعه جدا. الساعه عدت على فكره. سلينا. وانا ليا طلب من جوني قبل بس ما ننهي الحلقه. قبل ما ننهي كل واحد برضو انت يقول. قلت لي الديفينيشن ايه؟ اللي بتحب واحد بس ولا بتحب كتير؟ المونوجامي والبوليجامي. ماشي. ممكن معلش قلم ورقه؟ يلا هلا بكتب لك اياها تحت. لا وفيني اقول لك افكر بيها على العيال بس وفيني اقول لك شغله. انا بالنسبه لي هيك بفكر انه انا موضوع الحب وموضوع الارتباط وموضوع الزواج هو عمليه بحث دائمه. يعني في ناس بتقول خلص انا حبيت شخص رح كون معه كل حياتي ولازم اكون مبسوط، واذا ما كنت مبسوط يعني مشكله فيي سكرت عليها. انا بالنسبه لي هيدا شيء بطلبه كل يوم، عرفت؟ فهو موضوع بحث دايم متجدد. ايه دايما متجدد. ما فيني اقول انا بفكر هيك وسكر على الباب. مش هيك حلو الحديث ان شاء الله كان تلاقي حبك. وانت يا ريتا يعني ايه المسج اللي انت حابه توصليها للناس عن الموضوع المهم اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده؟ انه هو هل ينفع يحب انا اثنين او لا؟ بايده لجوني انه بقصه هلا صار في مثلك نسيت. لا بايده لجوني انه الكابل لازم يتصارح بكل شيء، بس بتوصل لاوقات لسبيشال كيسز انه حدا من الكابل شو ما عملتي ما عم يتجاوب. هون مثل ما قلت انت بيتركوا. بس السانتيز اذا بدك الخلاصه تيكون في مجتمع سان إيسوف يعني مجتمع إذا بدك من كل النواحي صحي. لازم يكون في توازن بالمصاري، بالعلاقات الاجتماعية، بالدين spiritual وبالصحة. فهو كلهم إذا كان في إكيليبريوم، والإنسان لازم يشتغل على الإكيليبريوم، يعني لازم الإنسان يكون متزن تيكون بعلاقة، وإلا يضل كل حياته يصاحب. برافو عليك. نريد إنه يعني نلجمه. فإذا ما في إكيليبريوم ما يقوم بهيك خطوة، لأنها عن جد صعبة وبيتوجع كل حياته. وأهم حاجة الست مشاعرها الإيه؟ راجل واحد. انا متفقه مع دي جدا to be honest. يعني جماعة اتنين. لان انا مع يا جوزاء حياتي. ايه لا الست مشاعرها لراجل واحد ليجي راجل تاني ياخد مشاعرهم. ستيل برضه هيفضل واحد. لا مش اتس نوت اكسكلوسيف. ايوه لانه اللي بيعطيها اياها الواحد ممكن ما تلاقيه عند التاني. بتشوف حالها مجوزه حدا بدها تبقى معه بس بتحب حدا تاني وبدها تبقى معه. سيفري it's very difficult. فأنا بشوف إنه هولي حالات كتيرة ونحن منحيدهم منحطهم على جنب، بس إنه هلأ عم نحكي عنهم فلازم نكون صريحين مع حالنا. صح. طيب أنا بالنسبة للموضوع ده
هقول لكم حاجه اللي دايما انا مقتنع بيها، اللي هي نظريه ال80-20. إيه. ان دايما شريكك بيبقى فيه على الاغلب 80% من كامل المتطلبات اللي انت عايزها، ولازم هيكون في 20% ناقصين. ده انت بتنسى ال80 لانك اتعودت عليهم، وتفضل تدور طول عمرك على ال20 اللي هو العشب على جانب الاخر اكثر اخترارا. هل انت بالوعي الكافي انك تفضل في ال80 وعارف ان مش كل حاجه كامله، ولا تبدا تعوض ال20 من حته تانية، او انك تسترمي ال80 وتجري ورا ال20 وبعدين تتفاجئ ان ال20 دي وراهم 80% حاجات كتير ناقصه؟ لا، انا بالنسبه لي انا اتفق معاك برضو ان هي النظريه ديت، ان مهما كانت العلاقات فيها حاجات كتير ناقصه، بس هتلاقي فيه 80% حاجات جميله قوي. فما نحاولش دايما نركز على الحاجات اللي ناقصانا. ليه؟ احنا ممكن نعوضها لبعض مع بعض. المهم ان احنا نكون ان احنا الاثنين عاوزين بعض. شو حلو. انا بوافقك. انا بحكي فيها، بحكي بال80% اللي عم لاقيها بالاخر، وبحكي بال20% اللي ناقصتني، وبسأل الاخر عن قد ايه عم بلاقي فيه وشو ناقصه كمان، وسوا بنقرر احنا عاوزين كده. بس كل الاحتمالات مفتوحه. اكيد طبعا. وقت نقرر مع بعض لا استسلام. كل الاحتمالات مفتوحه. يمكن نقرر نشتغل مع بعضنا عليها، ويمكن نشتغل مع ناس تانيين عليها. يلا ننهي حلقتنا لطيفه. لا ريلي انبسطنا قوي بوجودكم النهارده. يا كتير افكار بره الصندوق ومصطلحات جديده اتعلمناها. تكتبها لي. نحن دائما مختلفين. شكرا. تعرفي شكرا على فكره البرنامج وعلى الحلقه وعلى الموضوع، لانه هول مواضيع ما بنحكي فيهم كتير، وحلو يكون في مناسبات انه ينطرح مواضيع خارج المواضيع السطحيه اللي بنحكيها. مش هتكون اخر حلقه معاك يا جون ان شاء الله. مش هيكون اخر حلقه معاكم بصراحه يعني. ان شاء الله يا جماعه. نورتونا يا جماعه. شكرا كثير. شكرا كتير بندق. شكرا كثير. ميرسي. ايه رايك بقى؟ طب ما انا طلعت صح ولا ايه رايك؟ لا وبتفرد قوي. الراجل قال لك مونوجو هابومو مش عارف ايه كده ولا قالها عليها دي، ما كان نسي يكتبها لي. لا بس انا برضو من الاول يا بندق قايله لك ان برضو الست ما بتقدرش تحب اكتر من راجل، وان الراجل هنرجع لنفس النقطه، ممكن يحب واحده كأن هي ام ولاده والعشره والكلام اللطيف ده، بس في واحده تانية بيحبها كحب بجد، ما بيعرفش يحب الاثنين بنفس المعيار. استحاله. لا شفتي جوني قال لك ايه؟ جوني قال لك كل شخصيه بيبقى فيها حاجه عايزه تتملي تشبع. جوني اكسبشن. جوني مش اكسبشن. جوني على فكره بيتكلم بلسان حال كل الرجاله، مع اني كنت مختلف معاه طول الحلقه اساسا. لا بس مش كل الرجاله كده بنفس الفكره، صدقني في رجاله لما بتحب بجد. بصي ده بص اللي انا واثق فيه في الحياه دي ان مفيش قاعده واحده ماشيه على الكل. دي حقيقه. كل قاعده ليها ظروفها. فاكره عادل امام؟ كل مرحله ليها توجهاتها وليها ظروفها. ايوه يا متوجهات انت. بالظبط. بس كانت حلقه ظريفه جميله جدا. انبسطنا جدا. جوني وريتا عملوا جو حلو. طرحوا افكار جدا جريئه، وده انا حبيت ده جدا في الحلقه. بس هيفضل هي من اجرأ الحلقات على فكره. لحد دلوقتي. بس هنفضل نقول هدفنا ايه يا نور؟ ان العلاقات ترجع زي زمان. بس كده. اشوفكم في حلقه جديده من